في حين الضحية ما تمكنش من الهرب، شدوه خدروه وتعداو عليه. في واقعة مروعة هزات إقليم الجديدة وجماعة مولاي عبد الله والمغرب أكمل، تعرض طفل عمره 13 سنة لاغتصاب جماعي أثناء فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار الشعبي بإقليم الجديدة اللي كيتقام في شهر غشت من كل سنة. طفل الضحية الأب ديالو متوفي، كان في العسكر سابقا لفترة قصيرة، ومن بعد الحالة المادية كانت ضعيفة جدا. كذلك الأم عندها مرض نفسي وعايشة غير بالمساعدات ديال الجيران والمحسنين من بعد موت الأب، وعنده أخت وحدة مزوجة والوضعية ديالهم تحت المتوسطة. الضحية لما كان الأب ديالو حي الله يرحمه كان معتاد يمشي لهذا الموسم، لذلك ملي جا وقته خبر الأم ديالو برغبته في زيارته هاد السنة كذلك، ورغم مرضها وغيابها العقلي أحيانا رفضت في الأول، ولكن بعد إصراره وقالها وطمنها باللي غيمشي مع صديق الأب ديالو وافقت. لكن في الواقع كان متفق غير مع واحد الطفل تعرف عليه مؤخرا أصغر منه، هو اللي خطط معاه ومشاو بجوج. الوليدات ملي وصلوا للموسم تلاقوا بشباب من اليوسفية ولاد الحي ديالهم أكبر منهم بكثير، راشدين اللي كانوا ناصبين خيمة. بحكم أنه ما عندهمش الفلوس جلسوا معاهم في نفس الخيمة، بقاو معاهم لمدة 3 أيام الأولى. النهار الثالث الطفل الصغير حس بشي حاجة ماشي هي هاديك وهرب، في حين الضحية ما تمكنش من الهرب، شدوه خدروه وتعداو عليه. بداو يعطيوه مواد مجهولة اللي خلاوه ما قادرش يقاوم ولا يتحكم في راسو. كل مرة كيبغي يفيق كيرجعوا يعطيوه نفس المادة باش يبقى مغيب. الضحية أثناء روايته للقصة قال باللي ملي فاق واحد الوقيته لقى واحد الشاب من ولاد بن عمران كيتعدى عليه، ملي فاق ضربو حتى طاح، وباللي ما بقاش عاقل كيفاش جاه الجهد حتى ضربو، لأنه مجرد ما كان كيفيق غير شوية كيرجعوا يخدروه ويكملوا الاعتداء. على حسب أقوال الضحية ملي وصلوا ما كانتش خيمة واحدة فقط، بل خيمة تانية جنب خيمتهم، وللأسف الاعتداء تم من طرف المجموعتين. الخيمة الأولى ديال ولاد اليوسفية، والخيمة الثانية فيها شباب من سيدي بنور وسيدي حمد فيلاج بعيد على اليوسفية ب7 كيلومتر. مدة المكوث ديال الضحية كانت من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. 3 أيام الأولى ما قاسوهش فيها، يعني الاعتداء ظل 2 يوم كاملة بلياليها وهو مخدر وما عندوش الجهد باش يقاوم. من بعد ملي الموسم تسالى وطلقوه، رجع الضحية تلاقى بالطفل الصغير اللي كان معاه من الأول، واللي ملي هرب من الخيمة كان كينعس تحت المنصة اللي كيتقاموا عليها الحفلات. رجع الضحية هو والوليد الصغير للحومة ديالو في واحد الحالة خطيرة، وكيعاني من آلام جسدية ونفسية. لما وصل بالليل تواصل مع ابن جيرانهم اللي بالأول خبروا باللي شي دراري شربوه شي حاجة في الماء، وبخجل كبير ما قدرش يعترف من الوهلة الأولى. من بعد اعترف له بالاعتداء وحكالو الحقيقة كلها، وولاد الدرب كان ليهم دور كبير في أنهم صدقوه ووقفوا معاه باش قصته تعرف والكل يتحرك باش ينصفوا. من بعد ملي بلغوا الدرك الملكي نقلوا الطفل الضحية للمستشفى الإقليمي باليوسفية، ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ملي تدهورت حالته الصحية والنفسية. الموضوع ترغب حقوقيين وجمعيات حقوق الطفل، وطالبوا بفتح تحقيق قضائي عاجل من أجل تحديد المسؤوليات مع توفير رعاية طبية ونفسية للطفل وعائلته. كما شددوا على ضرورة تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي. وناشدت الجمعية بضرورة تطبيق القانون وصون حقوق الطفل وأسرته. المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أصدر بيان شدد فيه على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة
لضمان حماية الأطفال والمجتمع، وضرورة تعزيز المراقبة وتنظيم الفعاليات لتفادي مثل هذه الانتهاكات، وأيضا محاسبة المتورطين وتفعيل خلية حماية الأطفال. منابر إعلامية وصفحات كتيرة تضامنوا مع الطفل، والمغاربة كاملين طالبوا بأقصى العقوبات، وبزاف منهم انتقدوا غياب المراقبة في المواسم الشعبية. نفسيا الطفل كان منهار تماما، حتى قدام الأخصائي النفسية والجمعيات بقى كيبكي بحرقة وكيقول أنا راجل وغدروني. أثناء الاستماع للطفل قدر يتعرف على 9 من المعتدين من أصل 14 شخص تقريبا، أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 26 تقريبا، والأدهى من ذلك واحد منهم السن ديالو 60 سنة وعنده وليداته. وواحد من المشتبه فيهم كان تشد قبل أثناء الموسم في قضية سرقة. الحقوقيون أكدوا أن جميع العناصر الأمنية داروا مجهودات جبارة في سبيل العدالة وإنصاف الطفل الضحية. الأخبار السارة والمفرحة في القصة بعد معاناة كبيرة وألم نفسي للطفل الضحية، جات تعليمات سامية من الأميرة لاله مريم اللي أثلجت صدورنا كاملين. هذا القرار اللي كله دفء وعطف واهتمام بالطفولة، بتبني القضية وانتشال الطفل من العالم اللي هو فيه حاليا واللي رجع له للأسف من بعد الاعتداء إلى فضاء باب دارنا جمعية مفتاح وحلول، في محاولة منهم بجمع شتات ما خلاه الاعتداء في نفسية الطفل. المركز ممتاز جدا ومجهز بكل لوازم من مرافق ونظام ونظافة وحسن الترتيب. كذلك استقبال الطفل الضحية كان ممتاز وجو أسري رائع، وفروا له رعاية طبية ونفسية وتمكنوا من جلب أوراقه المدرسية باش يرجع للدراسة، وكذلك عرفوا باللي الحلم ديالو هو الالتحاق بأكاديمية لكرة القدم. رئيسة الجمعية بنفسها مهتمة بالطفل ورغباته وكذلك أسرته، واقترحت على الأخت تشتغل معاهم بالجمعية كمؤطرة. الأم والأخت حاليا قراب من الطفل الضحية وبداو يتجاوزوا الواقعة بفضل الرعاية اللي تلقاوها من الجمعية، وكيحاولوا يتعايشوا مع الأمر. القضية ديالنا اليوم ماشي غير حادثة معزولة، ولكن تنبيه ديال خطر المواسم الشعبية اللي ولاو فضاءات خطيرة على ولادنا. في هاد المواسم كاين غياب تام ديال الرقابة، لا تفتيش ديال الخيام، لا متابعة أمنية كافية، وزيد عليها انتشار المواد الممنوعة والتجاوزات اللي كتخلي الأطفال عرضة للاستغلال. المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات كبرى بحال كأس إفريقيا وكأس العالم 2030، وهذه فرصة باش نبرهنوا أن الحماية الحقيقية كاينة. خاص الدولة دير إجراءات واضحة، منها تكثيف المراقبة في المرافق العامة والفعاليات الكبرى، منع دخول الأطفال بلا مرافقة في ظروف آمنة، وخلق آليات فورية للتبليغ على أي خطر أو عنف محتمل. والأهم واللي غيعطي مناعة لجميع الأطفال هو إدماج التربية الجنسية في المناهج الدراسية، باش ولادنا يتعلموا يحميوا راسهم ويطلبوا المساعدة في حالات الخطر. وما يكفيش غير الوقاية، خاص حتى العقوبات تكون صارمة، ماشي بحال بعض الأحكام السابقة اللي كانت مخزية في قضايا سابقة. المعتدين خاصهم يعرفوا أن أي تجاوز ضد طفل أو قاصر أو امرأة غادي يواجه أقصى العقوبات بلا تهاون. القضية ديال الطفل ديالنا خاصها تكون نقطة تحول، وما خاصهاش تبقى مجرد ذكرى حزينة، خاصها تكون بداية لتغيير حقيقي يضمن سلامة الأطفال ويصون الكرامة ديال كل مواطن. كنت معاكم أنا مويرة في قصة اغتصاب الطفل بموسم مولاي عبد الله. إلى عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. نشوفكم على خير في قصة جديدة وجرح جديد.